بداية أول حاجة علي معلول. علي معلول بيجيب جون بيروح لجمهور نادي الزمالك ويعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. في حلقتنا النهاردة هنستعرض حصاد ضحك نادي الزمالك موسم 2021-2022. أي نعم الزمالك واخد دوري واخد كاس، بس لو شلنا منه الاحتواء هيظهر على حقيقته. قول كمان حاجة مهمة جدا، إن إذا كان الزمالك خسر 3-0 في الشوط الأول ففي الشوط الثاني كسب 3-2. إيه ضمته عين سكون ضع في فتحة باء ألف مادة نون ضمتين حناشن. موسم الزمالك في الأصل هو موسم كارثي لولا احتواء الحكام واتحاد الكورة والوزير والإعلام، وده اللي هنأكده في حلقتنا النهاردة. ويقدم الكوره بتاعته، فبالتالي يعني قعد في منطقه الاهلي لغايه اخر لحظه، حتى ان جماهير الاهلي بدات تصفر عايزه المباراه تنتهي بالنتيجه دي، وحتى ان لعيبه الاهلي بدات تطفش في اخر المباراه وبيضيعوا وقت حصل يعني. فده يعني هكذا. اتفرجت على الماتش بتاعنا ده؟ افندم حضرتك اتفرجت على الماتش ده؟ ماتش يعني إيه؟ الكلام ده على الماتش ده؟ الجمهور كان بيصفر على الماتش ده؟ لماذا نحن هنا؟ اوعى تنسى ان الموسم ده هو موسم الخمساية والزغاليل. طبعا المعلق المباراة يا استاذ احمد يعني كان في بعض الايحاءات وعلي معلول وهوب. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا رايق، يا عيني عليك يا معلول، يا عيني عليك يا معلول. يلا حطيت الزغلول، يلا حطيت الزغلول. منك يا لول. فيلم غريب قوي بيوريك ليله الدخله في كل بلد من بلاد ربنا. ليله الدخله واحده في كل حته معلم. ما انا كنت فاكر زيك كده، يا تاني كل شعب وله طريقه. لا بقى في افريقيا شفت زهقة؟ لا يمكن، لا يمكن، انا مش ممكن اصدق حاجه زي دي ابدا ابدا. بس بقى يا معلم، طلع لي يا معلم. ايه ده صحيح؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عبد من ابوك يا ابن لسان الحوش. حوش كفايه كفايه ليه؟ كفايه ده بالمفتشر ده كل حاجه باين. كل حاجه باينه يا بيه. كالعادة خرج الزمالك حصالة إفريقية حتى لما جاب البروفيسير ما كسبش ولا ماتش. يعني عدد مباريات فوز نادي الزمالك في دوري المجموعات 0. 0-1. ايه هو الواحد ولا اتنين؟ 0 يعني 0. 0-1. خافوا من ربنا يا شيخ. لو خليهم 0 خليهم 3 يا عليكم بفلوس. النهارده نادي الزمالك كان سيء الى ابعد الحدود، استحق الخساره، الوداد استحق الفوز، وافضل نادي الزمالك ان هو يخرج من البطوله، لان انت هتقبل على مستويات اعلى، فتبدا من اول وجديد تركز في البطوله المحليه. عندك دوري، عندك قاسيه نوعا ما، قاسيه جدا. مالك بتعيط ليه؟ عشان ضربت العصابة. وايه اللي يخليك تعيط؟ ما ضربتهم جامد. طب انت بابا فين؟ ماما فين؟ افريقيا جمهور الاهلي من العامه وجمهور الزمالك من الصفوه. عبيط جدا، وعارف انه عبيط، والحكومه عارفه انه عبيط، يعني مكتوب في الباسبور عبيط. تعالوا نروح لجمهور الصفا ونشوفهم وهما بينتخبوا في انتخابات نادي الزمالك.
النهارده بعد فوز ماتشات تمثيل اقول له هنيئا والف مبروك يا ريس. الكلام المعتاد ان نقول لك هنيئا والف مبروك، لكن احنا النهارده بنهني نفسينا. نادي الزمالك كان في الحضيض يا ريس لو ما مسكتش النادي ده. And we are so to the citizens America. We are Egyptian. We love to citizens American. ورجعت له باحترامك وبالعدل اللي جالك من ربنا، الا تنصروه فقد نصره الله. ما بالك بنصر الله؟ نصر الله ما حدش يقدر يهزمه ابدا، بيطلع له من تحت الارض من ينصره. ألم ترى كيف فعل فيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهن في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ربنا يعني عايز اقول انتقام ربنا ده مش جديد، ده من زمان. الان في كل عاوز رب الفلق من شر ما خلق ومن شر وصف كل عاوز رب من شر ما خلق. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. وما ننساش كلنا عفاريت استاد القاهرة اللي كانت بتخلي نادي الزمالك لا بيعرف يكسب محليا ولا افريقيا لحد ما عالجوه بالاحتواء وروح البروتوكول. يا فندم مش هكمل الدوري ليه؟ يا باشا مش هكمل على استاد القاهره، اللعيبه داخله الاستاد مهزومه قبل ما يبدا. ايوه، هل في حاجه اكتشفتوا حاجه في الاستاد؟ ايه العيب؟ بصراحه كده ما عرفتش. وما عرفتش ليه في الشهاده. وده الكفر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، بقتش رياضه، اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب. اذا سمحتوا لي باقتراح يا اخوانا، ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخواننا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. قلت له بالحرف الواحد الزمالك مش هيجيب ولا جول، قلت له الشبكه مقفوله، ده سحر اسود. واحد يقول لك ايه هو في كده؟ في القران الكريم. ده انت مسخره. طيب هو مش في القران الكريم ان السحر بيفرق بين الراجل ومراته؟ يا حاله ما تتوصفش، عدم لا مؤاخذه يعني لقيت نفسي مفيش خالص، دي مصيبه سودة ومنيله في 60 نيله يا شحته. وما ننساش كلنا السنه دي كان في حكم السجن لمرتضى منصور الخلوق المحترم في التجديد، وعندك ملف اللعيبه اللي تشتريها، وفي لعيبه جت سحبت عقودها لما عرفوا ان انا خدت سنتين سجن. ركز في الجمعيه العموميه ولا ركز في السله اللي رايحين النهارده؟ اركز في ايه؟ قولي ورايا بس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب بيا، ايه ياما اللي انت بتقول؟ ياما عيب ياما. النادي الزمالك والبلد سايباه، اسمع بس. اتفضل. والبلد سايباه طايح. مين يا فندم؟ البلد سايباه طايح. تاني سايباه طايح. كلامي واضح؟ الرساله واصله؟ خناقه مع السودان، خناقه مع المغرب، خناقه مع تونس، خناقه مع الجزائر، خناقه مع تركيا السعوديه، خناقه مع المحله، خناقه مع المصري، خناقه مع اسكندريه. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه بجد؟ والمحترم اللي قاعد محترم نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده أنا أنفخك. ده انت خارج من دوري المجموعات يا جماعه، مش معقوله يعني، مش معقوله. انا مش عاوز افضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك ده يا شحته. ده انت فضحتك بقى دي جلاجل. ما عرفتش انت؟ مفيش خالص. حضرتك دلوقتي مش ضامن تطلع تاني حتى بالمنظر ده. بيراميدز ممكن تبقى تاني عليك، مش معقول. تحملنا ماتش امبي، خلاص ماتش امبي وطلائع الجيش ورا بعض، ليه؟ هزيمه، مش عارفين حتى تعادل. عاجبكم كده البهدله اللي احنا فيها دي؟ 4 ماتشات كلها جول، كل اللي جول تخش فينا. إدارة المباراة ازاي ان الحكم ده زي الدكتور بيشوف درجة حرارة اللاعبين في الملعب، يعني هل متعصبين، هل هم هاديين، فهنا بيقدر يتعامل معاهم على اساس يقدر يدير المباراة بالشكل الصحيح. طمني يا دكتور، دخلك شو صاير؟ قلي قلبي ولع مثل النار، علي راح وما قالي طبيب دواني وعطيته عنواني، حكيت وحكاني وريح بالي. والسنه دي كمان ما ننساش ممر الشرف او ممر القرف، وازاي سيد عبد الحفيظ قدر يرد على رئيس نادي الزمالك ويعرفه ان في رجاله بتعرف ترد. الراجل ده قبل مباراه الكاس بيومين اتنين
طالع في التلفزيون مع للاسف مع واحد اهلاوي يعني للاسف في قناه اسمها الشمس تجمعنا ولا حاجه كده، حاجه ما يعلم بها الا ربنا. طالع يقول ده واحد متربي مع الحمير. ابويا الله يرحمه كان يقول لي لو ليك حق عند حرمه سيبه، لانك مش هتتحمل رتحها ولا لمه الناس على صراخ. بقول سوري على اللفظ، هو قال كده. طب اقسم بالله انا عمري لا دخلت بيته وانا صغير ولا شفته وانا صغير. يعني هتربى على الحمير ازاي او هتربى مع الحمير ازاي وانا عمري ما شفتك وانا صغير ولا دخلت بيتك وانا صغير؟ يعني ازاي هتربى مع الحمير وانا ما شفتكش انت اصلا وانا صغير؟ اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان يا عم اضرب وانت هتركن. عندك يا حمار ولعلمك يا حمار، انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار. ابنك مش متربي يا استاذ. مش متربي ازاي؟ اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. مين انت يا سيد؟ حته بتاع قد كده خلاص يكفي انك عيل اخوانجي والبلد سايباك هربان هنا في وسطنا. دول عالم زباله، نعمل زيهم. اقل ادب يا بوب، بنسكت له. اقل ادب وياخد الجزم على دماغه، بس احنا برضه متربيين. السنه دي هي سنه التسريبات لابو احمد وامير، وكلنا ما ننساش تسريبات احمد وامير اللي اكدت ان اي واحد عاوز يدخل مجلس اداره نادي الزمالك يبقى لازم يبقى لا اوعى تقول والله ما انت اللي انا عارفه، اوعى. وكمان تسريبات مرتضى منصور واحمد دياب اللي ضحكت العالم علينا، او بالاخص ضحكت العالم على الزمالك. ضيف على المكالمة يا كابتن سمير، ها؟ حاجة صعبة. هذا رئيس رابطة دوري المحترفين مع رئيس نادي الزمالك اللي فطحانة في المنطقة والمحطات الفضائية. يعني تخيل عزيز الحميدي متقابس مع رئيس نادي من الأندية الكبيرة ويا لطيف. والله وضع صعب الله يعين. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، يمه المطهر. 7 مرات 9 مرات يلا. وكالعاده لعيبه نادي الزمالك اللي بتعشق نادي الزمالك وتراب نادي الزمالك واللي عندها انتماء واللي عمرها ما تسيب نادي الزمالك بتخلع، وكالعاده جماهير نادي الزمالك بتبوس ايديها وتتحايل عليه. طب حاجه كمان بقى، ان فرجاني وبن شرقي مش هيمشوا من الزمالك. لاعب محترف، بس في حاجه اسمها قلب، في حاجه اسمها روح. احنا مش روبوت، احنا مش بني ادمين بس بناخد فلوس ونشتغل. في حاجه اسمها انتماء. انا عايز اعيط يا جيمي، انا عايز اعيط يا جيمي، عايز اعيط. ما تعيط. ومن غير هذا الانتماء مش هتعمل مجهود ولا تحب اي حاجه. انا بسالك سؤال، احنا بناخد ايه من نادي الزمالك؟ خوازيق كتير خوازيق كتير خوازيق كتير خوازيق كتير خوازيق يلا خوازيق خوازيق يلا. جمهور الزمالك انت تريد او بعض الجماهير ناديك ذليل. ماذا تريد ان تقول يا ابن ابي شفلحه؟ تاني انت عايز ناديك يبقى نادي ذليل، يعني يبوس ايد لاعب عشان يوقع؟ انت عايز ده؟ قلت لهم انا عايز ابيع لكم تيشيرتات، الف مصر كلها بيع لكم تيشيرتات. راح يا اخواتي راح، ما ندلكوش حاجه وحشه يا بنات، ولا يحرق قلبكم ولا يسلك يدكم ولا ينفخ فخدكم. لا ترى انت فين يا جعفر؟ جعفر مين يا حاج قطاطه؟ اشرف بن شرقي ما تفرجوش في اي لعيبه، وعايزه ايه؟ ان اللعيبه ما تمشيش. انت عارف احساسك من جوه ان حاجه صغيره ممكن تخلي لعيب يتمسك بالنادي عشان احنا بنحبه. يا ترى انت فين يا هوكا؟ عايش ولا حي؟ جعان ولا شعبان؟ رجب ولا رمضان؟ عريان ولا ملموس؟ قلت له ما تسيبش النادي، والنبي ارجوك ما تسيبش النادي عشان خاطر ربنا، ما تسيبش النادي، احنا بنحبك كلنا. وبعلم رجع بالضربه تحت بطاطك. كمل يا ولدي، كمل ودي كلها معاك، العصافير اللي على الشجر معاك، مش كده ولا ايه؟ يعني الكلمه اللي بن شرقي والغير بن شرقي واي لعيب، انت في مكان كويس بيقدرك كويس، الجمهور محتويك بشكل محترم وواقف معاك، اللعيبه بتحبك وانت لقيت نفسك هداف الفريق اللي خد الدوري السنه اللي فاتت. كمل يا ولدي كمل، محدش يلعب في دماغك. عشان دوري الاحتواء يتوثق بأحلى هدف في موسم 2021 في الدوري العام، ويمكن من أفضل أهداف العالم، فكلنا مش هننسى الهدف ده. إبراهيم حسن وعواد. وضع أرضه عشان الغزية، وضع أرضه شوفوا طوله وعرضه، جودة غنوله على عرضه وطوله. عوض بقى أرضه
شكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، وما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.